قام الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر قائد قوات الدفاع الجوي السوداني يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية استغرقت عدة أيام. التقى خلالها الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، وتناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين قوات الدفاع الجوي لكلا الجانبين، وتبادل الرؤى حول أحدث المستجدات العسكرية في مجال الدفاع الجوي. وتضمنت الزيارة حضور قائد قوات الدفاع الجوي السوداني يرافقه قائد قوات الدفاع الجوي المصري تنفيذ عدد من الرمايات للمدفعية المضادة للطائرات التي نفذتها وحدات الدفاع الجوي للجيش الثاني الميداني بالذخيرة الحية. كما شاهد بيانا لرماية الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات لإحدى الوحدات الفرعية بأحد مراكز التدريب المتطورة لقوات الدفاع الجوي. وعكست الأنشطة التدريبية مدى الاحترافية التي وصل إليها مقاتلو الدفاع الجوي في إصابتهم للأهداف بدقة وكفاءة عالية. كما شملت الزيارة تفقد عدد من المنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوي، شاهد خلالها قائد قوات الدفاع الجوي السوداني مراحل سير العملية التعليمية التي تتم بأحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية الحديثة لإعداد فرد مقاتل قادر على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بالشكل الأمثل، فضلا عن تفقده لعدد من المنشآت الفنية والإدارية لقوات الدفاع الجوي، والتي روعي في تصميمها أن تنفذ على أحدث الطرازات العالمية بأعلى المواصفات الفنية القياسية التي ترتقي بالحالة المعيشية والإدارية لمقاتل الدفاع الجوي. وأعرب الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي عن اعتزازه بزيارة قائد قوات الدفاع الجوي السوداني لمصر، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية. من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الجوي السوداني عن تقديره الكامل لقوات الدفاع الجوي المصري الرائدة في مجالها بتاريخها العريق والمشرف، مشيدا بدور مصر الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن لكافة دول القارة الأفريقية.